بلوبيري كوكيز، يعني شقد ما أقولكم طيب ما أوفيه حقه، لأن طلع كلش هش ويتعلج، ومن أمتع الوصفات بالنسبة إلي من كل النواحي، ألوانه، ريحته، قوامه وطريقة عمله. لتحضير المربى خليت بلوبيريز بجدر، ضفت لهم عسل، شوية نشا وفانيلا، وبعدين ضفت عصرة ليمونة وخلطتها على البارد، وراها قبقتها وقفتها على نار ناصية مدة نص ساعة لحد ما صار قوامها ثخين، وهرست قسم من البلوبيريز وقفتها تبرد تمام. لتحضير العجينة بكاسة خليت زبد بدرجة حرارة الغرفة وعسل، خفقتهم وضفت لهم بيضة هم بدرجة حرارة الغرفة، خليت شوية فانيلا، رشة ملح وشوية من البيكنج باودر. كمية الزبد كانت هواية لأن كنت حابة أسوي كمية أكبر من الكوكيز، بس الطحين ما كفاني وقتها، فقللوا الكمية إذا تحبون. خلطت كل المكونات ورا مدرة الطحين وضفت شوية من الشوكولات شيبس، وهاي الخطوة اختيارية بس أنا حبيت ألعب بالألوان شوية. درت المربى عليهم ورا ما بردت، وباستخدام سكوب الآيس كريم شكلتهم. حاولوا توفون مسافات كافية بالصينية بين وحدة والثانية، لأن كوكيز بالفرن يفرش وحتى ما يلزقون. شويتها بالفرن مدة ربع ساعة تقريبا على درجة حرارة 350 فهرنهايت، وبس بالعافية.